السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده على ماتش نهائي السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا هنقول ألف مبروك النادي الأهلي وهارد لك ألف مبروك لنادي الزمالك. آسف جدا وهارد لك للنادي الأهلي. كان ماتش تكتيكي بحت جدا جدا جدا. مارسيل كولر ضد جوميز. صراحة جوميز عمل فكرة جميلة جدا جدا، إنه ما سمعش لأي حد وإنه اعتمد على الهجوم مع حفظ التوازن، مع رفض التخلي عن عبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد لمساته وخبرته فرقت جدا في الماتشات ديت. اللمسات بتاعته فعلا كانت حلوه جدا، لعيب بيطلع الكرة. مفيش ميس باص بيعمله كتير زي اللعيبه، زي لعيبه ما كانتش احسن حاجه في المستوى ده. ماتش تكتيكي بحت بين المدربين. الكرة محصوره في نص الملعب، السيطره من هنا شويه ومن هنا شويه، مع قرارات تحكيميه غريبه جدا جدا جدا. الحكم الليبي ده عليه تحفظات وعليه عليه حاجه غريبه. ضربه الجزاء اللي حسبها ديت حاجه غريبه جدا جدا. الكره اتلعبت ولا حتى جماهير النادي الاهلي اعترضت ولا اي حاجه. الكره قرارات تحكيم كانت غريبه في الماتش ده. طبعا وفي خروج عن النص وبتاع من لعيبه نادي الزمالك. خلاص هو الحكم حسبها، حسب الكره ضربه جزاء. خلاص هتقعد تعترض، تزعق، تاخد انذارات؟ ما هو مش هيرجع في قراره. ما عمرناش سمعنا عن حكم حسب حاجه ورجع في قراره. لو حد عمل حاجه كده حد يعرفنا، يعني حاجه خلاص هو حسبها ورجع للفار حسبها، خلاص الموضوع خلص، مش هيرجع تاني. يا ريت الحته ديت تتغير من الدوري المصري عامه يعني. صراحه ماتش، كان هنرجع للنقطه دي، ماتش تكتيكي جدا جدا جدا. طبعا الزمالك بدأ 4-3-3. محمد عواد بدأ لأن محمد صبحي اتصاب في المباراة. حسام عبد المجيد أدى ماتش كويس جدا، رغم إن جماهير الزمالك عندها تخوفات منه جدا جدا، عندها تخوفات من حسام عبد المجيد. لكن اللي عمل بالنسبة لي بالنسبه له حسام عبد المجيد لعب ماتش كويس جدا، هو المسلوسي. واللاعب بنتايج ده كانوا بيقولوا محمد حمدي اللي هيبدا في ظل عدم اقتناعات من جوميز بادائه. والاخبار اللي طالعه وضحت ان كل ده كلام هري وكلام مش حقيقي، لان اللاعب صراحه ادى مستواه كان كويس جدا. ازاي اللاعب ده ما كانش بيشترك مع النادي بتاعه الفرنسي ده؟ لا، لعيب كان ارتداده كويس جدا، بيضغط على الخصم كويس جدا. كان بيطلع يهاجم، بس ما شفناش كرات عرضيه كتير، لان هو كان مهتم بالجانب الدفاعي كويس. الجانب الدفاعي بتاعه كويس جدا. خط النص لعب بدونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. رغم ان كله كان مصر ان هو يبدا بمحمد شحاته، لكن عمل اللي في دماغه. ده يفرق مدرب عن مدرب ورأي عن رأي طبعا. وطبعا كان قراره ان هو يبدا بحاجه، لكن كنت انا عايزه يجرب مشلاك ده في بدايه الماتش. لا، في بدايه الماتش بدأ بشلبي، وناحيه اليمين زيزو، وفي الهجوم الجزيري. أدوا ماتش تكتيكي عالي جدا جدا، باستثناء فرصة أو فرصتين ما يذكروش في الشوط الأول. نفس الكلام في الشوط الثاني. والنادي الأهلي لعب كويس، بس ما ظهرش مستوى النادي الأهلي عامة في ظل التراجع البدني اللي كان واضح جدا، سواء على هنا أو هنا. طبعا موسم كان كبير جدا، موسم كان طويل جدا ومليء بالماتشات، والنادي الاهلي عنده بطولات كتيره، ونفس الكلام للزمالك. لكن الفرق البدني المعدلات ظهرت، وكانت بالنسبه لنادي الزمالك كانت افضل. النادي الاهلي صراحه عمل ماتش كويس جدا جدا، بس امام عاشور ما كانش في حالته، عشان كده السويسري طلعه. ما كانش في الحاله البدنيه الكويسه، لان امام عاشور لو فايق النادي الاهلي عامه كله هيبقى فايق. طبعا اخطاء كارثيه من يحيى عطية الله تسبب في الجول اللي هو جه لنادي الزمالك. كانت برضو مغامره برضو في ظل ضعف المستوى بتاعه البدني. ان هو كان لا، عايش شغل على البدني بتاعه. دفع بيه طبعا اللي في ظل اصابه علي معلول مؤثر جدا جدا. النادي الاهلي بدا برضه يعني النادي الاهلي بدا بالتشكيل بتاعه 4 برضه، ده نفس النظام 3-3. بدأ بالشناوي اللي في ظل تراجع مستوى، علامات استفهام كبيره على الشناوي. آه، 4 قدام رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، الاتنين قدوا ماتش معقول. ناحية اليمين محمد هاني اللي اتصاب وطلع وأثر جهة ناحية اليمين جدا. وناحية الشمال يحيى عطية الله.
امام واكرم ومروان عطيه، ناحيه اليمين تاو، ناحيه الشمال الشحات اللي ما ظهروش بالمره طول ال 90 دقيقه. كوره تذكر واحده للشحات في ظل تراجع مستوى مستوى خط النص بتاع النادي الاهلي. لان ما كانش فيه الملكه بتاع الاحتفاظ بالكره. اغلبيه الوقت الاحتفاظ بالكره كان مع قلوب الدفاع. ده اللي كان واضح جدا ان قلوب الدفاع اللي بتمسك الكوره كويس جدا. سيطره انا كنت شايفها سلبيه من ناحيه النادي الاهلي ومن ناحيه نادي الزمالك. نادي الاهلي اسامه ابو علي ما جاب جون ضربه جزاء، وبرده شيء يحسب له كده، لكن ما ظهرش بالمستوى المطلوب منه في البتاع ده. كان تفوق الدفاع عليه. وماتش كبير جدا يعني حصل بين الفريقين، ويكلل بيه نادي الزمالك بمجهوده انه ياخد البطوله بتاعت السوبر. يا برضه ضربات جزاء ترجيح، يا ضربات حظ، لكن فالصراحه هو نادي الزمالك كان افضل نسبيا من النادي الاهلي في الماتش ده. طبعا طبعا انا بالنسبه لي ان جوميز تفوق على كولر من حيث التكتيك بالذات، في ظل وسياسه انه يحتفظ بالكره لاطول وقت ممكن بين اللعيبه. حتى ممكن تكون مؤثر او غير مؤثر، ده بيضعف النادي الاهلي. انك تمسك كوره على فريق يعني هو الاقوى في افريقيا، وده برضو في اقوى في افريقيا واقوى وانا في النادي الدوري سكواد كامل. ده ملكه مش موجوده غير عند النادي الاهلي، ظل ان هو اعتمد بوجود لاعب خبره زي عبد الله السعيد تقيل على الكوره، وناصر ماهر برضو نفس الكلام. فده اللي كان فيه الجلبه والنوعيه الافضل شويه، ان هم كانوا محتفظين بالكره زياده عن اللزوم. ولما دخل الجون في نادي الزمالك، نادي الزمالك نزل الشوط الثاني بكل الشراسه وبكل الهجوم مع التبديلات المميزه. طبعا اللاعب الفلسطيني ما ظهرش، خلاص نزل ربع ساعه. ناصر منسي صراحه، المنسي الناس كلها افتكرته في الماتش ده، عمل كرة كويس عرضيه من عمر جابر كان مجهود، وناصر منسي جول. وطبعا هي زي ما نقول البطولات اللاعيبه هتفتكر الجمهور هيفتكر ناصر منسي. طبعا كورته في ضربه الجزاء او كورته هنا او الجون بتاعه، لا، ناصر منسي لعيب هتستنى منه، لان زي ما قفشه برضو خد شو كبير جدا في الهدف بتاعه في بطولة القرن. آه، طبعا ناصر منسي ربنا بيعوض مجهوده، انه نزل ربع ساعه في ماتش كبير زي ده، عرف يجيب جون فارق جدا يعتبر في الوقت الاخير من الماتش. وضربه الجزاء حطها بكل ثقه. طبعا ده يعني كان حاجة تحسب له جدا جدا. ما عرفناش نقيم ميشيلاك ده. ميشيلاك طبعا مش هنقيمه دلوقتي، عمل كورتين اللي كنا ننتظر منه حاجة أفضل من كده شوية. طبعا على الكلام اللي اتقال عليه في الإعلام، لعيب سريع ومهاري وطلقة وكل الكلام ده ما ظهرش برضه باللي هو الحاجه اللي الناس كانت متوقعه منه. نزل لعب له بتاع نص ساعه في ظل تراجع مستوى مصطفى شلبي. بس في الاخر نادي الزمالك صراحه هو اللي تعب في الماتش، وكان عنده روح وقتاليه شويه. لعيبه الاهلي تحس انها كانت نازله يعني باستعلاء او تعالي، ان هو الماتش في ايديهم. ده على فكره حاجه من اسمه ده الاعلام موجه له الكلام ده، وجمهور النادي الاهلي نفس الكلام ده. فاللاعيبه نازله انا شايفها فيها شويه سنة يعني ان هم داخلين الماتش في ايديهم. وده بتحصل على كل الدربيات. اللاعب الفريق اللي بينزل يعني حاجة اعلى شوية، لا هو انت بتتكلم ان الماتشات ديت سواء في ظل تراجع المستوى ده او في ظل تراجع مستوى النادي الاهلي، لا الماتشات 50-50. الماتشات دي بيحكمها كورة. طبعا الماتش كان نسخة طبق الاصل من النسخة اللي فاتت بتاع السعودية. ماتش ما كانش فيه كورة كتير جدا كتير، يعني ان هي الواحد يكون فيها جماليات كلام من ده، لكن هي كانت لقطات معدودة. بقية الماتش كله كان منحصر في نص الملعب. طبعا الماتش ده يعتبر عواد هو النجم بتاعه لضربة الجزاء اللي صدها من يحيى عطية الله علامة استفهام في الماتشات الكبيرة انت لاعب دولي وكلام من ده لازم تبان فيها. وانا اللاعب المغربي بنتاج ده ظهر بمستوى كويس جدا. والصفقات يعني انا شايفها مش هتتقيم دلوقتي، هتاخد فتره قبل ما تتقيم. هنقول الف مبروك نادي الزمالك، ارض لك للنادي الاهلي. طبعا هيبقى فيه تحليلات
كتيرة ان شاء الله للمستوى. وان شاء الله يعني النادي الاهلي او النادي الاهلي طبعا يمرض ولا يعود، البطولات موجودة عنده كتيرة جدا يعني، مش احنا اللي هنتكلم عليها. واللي زي ما نقول لا تأخذ الحياة على طول كده يعني، لازم هنا وهنا. وطبعا كان ماتش جميل جدا جدا، وما تنسوش يعني تعالوا لنا. سلام.